ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده بقى يا جماعه هنتكلم عن مشكله خطيره بتقابل اي حد بيربي بط، وهي الافتراس. اهم حاجه يا جماعه ما تنسوش تشتركوا في القناه وتدعموني حتى لو بلايك. الافتراس ممكن تلاقي البط بياكل في بعضه، بيشد في ريش بعضه، وبتوصل كمان ان هما بياكلوا بعض، بياكلوا لحم بعض. طب ليه البط بيفترس بعضه؟ الاسباب الاساسيه يا جماعه بيكون نقص التغذيه، خصوصا البروتين، نقص الفيتامينات، نقص الاملاح المعدنيه. ده فيتامين كنا جايبينه الفراخ البلدي الهجين. الدواء ده بيدي البط مناعه قويه، بيقوي العظام، بيحميه من اغلب المشاكل اللي ممكن تواجهه، بيمنع الكساح او ضعف النمو، وبرضه في الافتراس والزحمة يا جماعة. كل ما المكان ضيق ما كل ما البط بيشد في بعضه، وقلة الحركة برضو. طول ما انتي حبساهم هيشدوا في بعض. طلعيهم مثلا برا شوية كده. البط بيكون عنده فضول، خصوصا لو محبوس في مكان ضيق ومفيش حركة. وجود دم او جرح تحت الريش، البط بيتشد للون الاحمر وبيبدأ ينقر في بعضه. والريش نفسه يا جماعة فيه نسبة بروتين عالية جدا اسمها الكرياتين، والبط لما يكون عنده نقص في البروتين في الأكل ممكن يحاول يعض ويشد بعضه وياكلوا بعض. ممكن الافتراس بيبدأ بحاجات بسيطة زي بينقروا في ريش بعض، بيشدوا في الجناحات، جرح لحد ما يبين الدم. ومع الوقت ممكن البط يبتدي ياكل في لحم اللي جنبه. الموضوع لو سبتيه يتطور اكتر من كده كله هيتعلم السلوك العدواني ده. الحل في ايدك عشان تمنع الافتراس هما حاجتين اتنين: التغذية والمكان. التغذية لازم تأتي علف متوازن فيه بروتين كافي، لو مفيهوش ممكن تضيفي فول او دشيشة مع بواقي الاكل وكده، واضافة قشر بيض تطحنيه كويس عشان يقوي العظام ويمنع البط من الافتراس وكده. الاملاح المعدنية، لو الاملاح ناقصة عند البط، لو الاملاح ناقصة بيفترس في بعضه. والحل انك تزودي الاملاح في العلف، او ممكن تجيبي املاح معدنية من الدكتور البيطري. والمكان ما يكونش ضيق، لازم يكون البط مرتاح كده وفي وسع والجو تهوية. لو في بط مصاب لازم يتعزل فورا عشان الباقي ما يقلدوش بعض ويشدوا في بعض. ويا جماعة الافتراس مش مشكلة كبيرة، لكنها مش مستحيل الحل، يعني مش مستحيل ان انت تحليها لو اهتمينا بالتغذية وضفنا الاملاح المعدنية واستعملنا الفيتامينات. البط هيبقى صحي ومناعته قوية. نصيحتي ليكي ما تستنيش لحد ما تشوفي جرح في البط، امنع المشكلة قبل ما تبدأ. والفيتامين اللي انا اديته للبط في اول الفيديو ده جميل جدا، فيه فيتامين A وفيتامين د وفيتامين E. بيمنع الالتهابات، وبيقوي العظام ويمنع الكساح، ويحسن الخصوبة والمناعة. يعني لو جمعنا يا جماعة بين التغذية السليمة والأملاح والفيتامينات هنمنع المشكلة من أساسها. يعني انت لو بتدي البط تغذية فيها بروتين وتديله أملاح معدنية ومش هيبقى فيه افتراس، وتوسعي المكان. ولو حطيتلهم شطة وزعتر في الأكل، الشطة يا جماعة فيها مادة بتقلل فشاية البط للدم أو شد الريش، بتنشط الدورة الدموية وبتقوي المناعة. ممكن تضيفي رشة صغيرة جدا على العلف، ما تزوديش عشان ما يجيش إسهال أو حرقة. وفايدتها انها بتشغل البط وبتبعده عن السلوك العدواني. والزعتر بيهدي الجهاز العصبي للبط ويقوي المناعة وبيخلي البط نشيط. الشطة والزعتر ممكن يساعدوا في تقليل الافتراس، بس مش علاج كافي لوحدهم، لازم بروتين واملاح وفيتامينات وتوسيع المكان. لو الفيديو عجبكم يا جماعة ما تنسوش تدعموني وتشتركوا في القناة، وياريت يكونوا استفدتوا من الفيديو. مع السلامة.